من قلب شوارع القاهرة حيث الركود التام والشلل العام في برامج النقل الذكي، معكم عمرو عبد الله. بص يا جدعان، انا فاتح جديد اهو، ده البرنامج العاق اللي انا بقول لك عليه. بص 17 كيلو ب 150، انا هديله في البرنامج 177. 177 اهو قدامك، و17 كيلو وهو لسه ياخد عمولته، فاهم؟ فالمشوار ينزل معانا ل 150 ماشي، لكن اروح ب 150 ولسه ياخد عمولته 17 كيلو. ما فيش شغل وكل حاجه، بس مش هطلع. بص مش هيقدر. عرفت ليه بقى انا ما بحبش اشتغل برامج التفاوض؟ تمام، ده انا كمان مش مديك سعر بره البرنامج، لا ده انا مديك سعر في البرنامج اللي هو 177. ده لو انتوا اصلا طلبتوا على وصلني هو هيجي لك 177 او هيجي لك 175، فانا مش مدي لك سعر بره البرنامج. فما دام انت عميل ما بتقبلش التفاوض، بتطلب ليه على برنامج تفاوض؟ ما دام انت يعني معاك 150 عايز تروح بيهم، هو انا هروح بال 150؟ شغل عفانه والله العظيم، ثلاثه شغل عفانه. بسم الله نبتدي يومنا. اول مشوار راح الزهراء، 16 كيلو ب 175 على اوبر. الساعه دلوقتي 8 و10، ده اول مشوار اطلع بيه. فربنا يرزقنا الخير ان شاء الله، ويبقى يوم يعني يوم حلو نقدر نقدم لك فيه حاجه تقدر تستفاد منها يعني. وادينا بنشوف الشغل مع بعض، فيلا بينا. طيب انا عامه اتحركت للعميل، ومسافه ما اتحركت له العميل كنسل، فما فيش اي مشكله الحمد لله. ربنا رزقنا بمشوار تاني 32 كيلو، رايح النزهه. تمام، ب 280 جنيه. مش احسن حاجه، مش احسن حاجه بالنسبه لي، بس خلاص يعني الساعه دلوقتي 8 وربع، ف يعني نلحق اي حاجه، فيلا بينا. سلام عليكم. اه انا لسه هطلع من عمان يعني. والله مساء الخير. الدنيا مريحه خالص. كود الرحله كام يا فندم؟ ماشي سلام. راح. ما هو كده قولي لي اخر اربع ارقام من تليفونك. 2007. خلاص ماشي. انا نفسي اعرف يا جدعان بجد والله، هو كوبري اكتوبر ده زعلان مني في حاجه؟ مشوار اخد فيه ساعه كوبري اكتوبر، يعني المفروض النهارده الثلاث تقريبا، احتفال المولد النبوي الشريف. تمام، فالمفروض تقريبا النهارده اجازه رسميه يعني. طب في ايه؟ بجد والله في ايه يعني؟ الحته بتاعت رمسيس دي لحد بعد غمره كده، آه رهيبه، اقسم بالله رهيبه. ساعه. عرفتوا بقى ليه انا بحب اطلع دايما، لا اما تجمع لا اما معادي لا اما الحتت دي، ما بحبش اروح مدينه نصر. سنه لو الدنيا شغاله انا ما كنتش جيت المشوار ده. هو 30 كيلو بالظبط. انا اقسم بالله فعلا لو الدنيا شغاله انا ما كنتش جيت المشوار ده، لان انا عارف انا خدت مشوار مصر الجديده مدينه نصر، ماليش غير اللي انا اخد كوبري اكتوبر من الجيزه. فمش عارف، وكل مره اقول اقسم بالله ما هعمل الحركه دي تاني، والاقي نفسي باجي برضه. يلا الحمد لله الحمد لله. المشوار دلوقتي من هنا من شيراتون 23 كيلو ب 200 جنيه، راح التجمع الثالث. هو في الوقت دوت مشي حالك احلالك يعني، بس على قد ما تقدر ما تاخدش مشاوير بخس. يعني انا لما كنت جوه عند وادي دجله اقسم بالله جالي برضو مشوار 22 كيلو رايح التجمع الثالث من نفس النقطه اللي انا فيها، يعني من نفس النقطه اللي انا بنزل فيها العميد. بكام بقى؟ ب 100 وكام؟ 125 او 130 جنيه يعني في الرينج ده. متخيل 23 كيلو 130؟ طبعا ما خدتوش، مع ان انا عايز اروح التجمع، بس طبعا ما خدتوش. فيلا بينا. سلام عليكم. كود الرحله كام؟ 7707. اللوكيشن مظبوط؟
بصوا يا جدعان على دي هي في حاجات لسه بتيجي ب 33 جنيه. يعني المفروض ان انا اقعد افاصل معاه بقى ازود له عشان اوصل، بعد كده هم ياخدوا عمولتهم. لسه في حاجات بتيجي ده 33، ولسه كان في مشوار جاي لي ب 36. ماشي ما فيش شغل، احنا عارفين ان ما فيش شغل، بس هو العميل عارف ان ما فيش شغل. آه يا جماعه لازم يبقى في رولز للشركات دي. ما فيش حاجه اسمها في شغل او ما فيش شغل فاجيب لك الكيلو ب 4 جنيه وب 5 جنيه وب 6 جنيه مفيش الكلام ده يا باشا. انت عندك ماشي اوقات الذروه انت بتعلي ماشي، بالليل مثلا يعني العربيات كتير بالليل ماشي معاك العربيات كتير، بس انا ماليش دعوه، انا ماليش علاقه العربيات كتير ولا مش كتير. هو انت بتحاسبني على بنزين، بتحاسبني على زيت، بتحاسبني على كده، ما الحاجات دي بكتير برضه. هو انا بروح اقول للراجل لا معلش اداني بنص الثمن؟ ما هو اكيد لا يا جماعه الكلام ده مش منطقي. ما ينفعش يجيب لي مشوار في 26 ب 33 جنيه وانا اقعد افاصل 33 جنيه ليه؟ ده لو وقف تاكسي وهيروح ال 2 كيلو تاكسي اقل حاجه يقول له 60 جنيه 70 جنيه اقل حاجه. انت بتجيبني 33 عشان ارفعه معاه لحد كام يعني؟ 45. اما 45 ما انت هتاخد نسبتك هيطلع لنا كام؟ يا جماعه احنا في عبث، اقسم بالله احنا في عبث. اعمل مشوار صغير دلوقتي 2 كيلو وكام متر كده، اقول 2 كيلو ونص يعني 43 جنيه. فيلا بينا. هو العميل واقفين عند البنزين، ما انا كنت واقف هنا على اول الشارع. كود الرحله كام؟ ايه؟ كود الرحله. كود الرحلة امم 39 امم 07. تمام؟ شكرا. يقف. باي. عود نفسك طول ما فيش شغل، طول ما الدنيا نايمه ومريحه وما فيش شغل، بكبيرك 10 دقايق ربع ساعه وانقل من المكان اللي انت فيه. يعني انا بص انا جيت من نص جمال عبد الناصر، نزلت هنا اول الشباب بمشوار، خدت مشوار صغير وانا جاي، وقفت شويه مفيش برضه. الساعه دلوقتي كام؟ 11 وتلت. فانا دلوقتي بتحرك، انا ماشي، جات لي حاجه وانا ماشي كان بيها، ما جاليش اروح مثلا عند الفايف ايه اشوف الدنيا. لكن طول ما فيش شغل ما تفضلش راكن، هتفضل راكن العربيات راكنه حواليك، ولا انت هيجي لك ولا هم هيجي لهم. فربنا يرزق يا رب. شفت زي ما انا قلت لك، انا ماشي وانا كنت رايح عند الفايف اي تمام، زي ما انا قلت لك ما تقفش، لازم تتحرك. ليه؟ لان الريكوست هيجي للي بيتحرك مش اللي راكن وواقف. وساعات بيجي لك اللي واقف وما بيجيش اللي يتحرك، ما تفهمش هي ماشيه ازاي، بس ما علينا يعني. جالي مشوار دلوقتي اهو من الجولف من جوه 12 كيلو ب 180 جنيه، راح مدينه نصر. فيلا بينا يا باشا. يا اوكي كم. ايوه يا بين كود. Online ka. اوكي يا نمبر بين كود. ايه بين كود بين كود. أربعة واحدة بقى. اوكي 8 كيلو ونص ب 90 جنيه، رايح مكرم عبيد. فمصلحة دي مصلحة، الساعة دلوقتي 12 اوديه مكرم عبيد، وبإذن الله ناخد حاجة نروح بيها. كده كده ما بشتغلش على بونص، لأن البونص هلس يعني. 10 مشاوير ب 140 جنيه، أنا مش فاهم. لا وبكرة 130 تقريبا، انتوا بيقللوا في البونص يعني، حتى البونص بيقللوا فيه. طيب انت ما دام انت بتقلل في البونص، طب انا احط على نفسي ليه يا باشا واعمل 10 مشاوير عشان اخد 130 جنيه؟ لا خلي ال 130 جنيه الاوبر، انا مش عايز ال 130 جنيه. انا بقى اخد المشاوير اللي هي ايه، اللي على هوايا، يعني اشتغل 5 6 مشاوير واروح عادي، طز في البونص بتاعك.
حد تاني جاي؟ لا لا. اشوفك على خير ان شاء الله. كود الرحله كام؟ 2917. خدت مشوار دلوقتي للاسف، يعني للاسف انا ما كنت بلعب في التليفون ودوست على كنت بلعب بدوس على الشاشه عادي قبل. بس انا مش هكنسل، انا فاهم انا مش عايز اكنسل، هو في التجمع بس الفكره دلوقتي الساعه 1 الا تلت، فعشان اطلع دلوقتي التجمع دي صعبه قوي، يعني صعبه قوي في النزله. انا امبارح اتعذبت عشان انزل من التجمع. المهم هو المشوار كله 18 كيلو ب 100 وكام؟ 18 كيلو ب 180 او ب 170. انا بقول لك انا كنت بلعب في التليفون والله حتى ما شفتش. فعادي بقى يلا بينا. بس العميل واقف جنبي وانا اتصل عليه. السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي عشان هو كان معاك. كود الرحلة كام؟ 455. كده انا جيت اهو واقف عند الفايف ايه، تمام. الساعة دلوقتي 1:03. 1:03 الدنيا اصلا مضلمة، ما تفهمش النور قاطع ولا ايه. المهم علينا. انا دلوقتي هعتمد وضع الطيران. يعني ايه؟ يعني المشوار اللي هيجي لي هاخده، انا مش فارق معايا بقى خسارة بمكسب. انا كده كده هروح، فاي حاجة نازلة الجيزة هاخدها. تمام؟ تمام. خلينا متفقين ان انا كنت صريح معاك وقلت لك اللي هيجي لي في الوقت ده هاخده. ليه؟ لان انا كده كده هروح، فانا كده كده هنزل الجيزه، فاي حاجه في اتجاه الجيزه هاخدها، لان خلاص انا مروح بقى. هنا بقى انا مروح، فهنا انا واخد مشوار بخساره وانا متكيف، وانا كده كده سبحان الله انا كنت عارف ان انا اخد المشوار بخساره، لان الوقت متاخر والنهارده التلات والدنيا برضك يعني بقى لها 3 اسابيع الدنيا مريحه. مع ان امبارح سبحان الله يعني امبارح جالي مشوار من نفس المكان هنا، بس كان جوه من عند الشويفات، كان 30 كيلو، كان ب 200 وحاجه، من 240 او ب 250. هي بص تبقى حظوظ. فالمهم مش بطولش عليك، انا جاي دلوقتي مشوار عند البيت عندي 26 كيلو، محور كمال عام، انزل محور كمال عام، يعني هو هناك في الحته دي. بكام بقى؟ ب 170 جنيه. مشوار خسران، بس ايه هنقول ايه؟ نقول الحمد لله. عود نفسك دايما انك تقول الحمد لله، وانا بقول دايما والله الحمد لله. فربنا ربنا بيكرمني عشان كده، او ربنا بيعوضني في مشاوير تانية. فيلا بينا. اركب يا عم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. على مسدد. رجال عيل صغير يا جدعان. ما عشان كده ما رضيتش انا مش عارف اعمل حاجه اصلا. اخره هيعمل ايه يعني؟ ده كام صور؟ صور. سلام. تصور. بنصور منين؟ ده داش كام يا عم؟ ده داش كام؟ كود الرحلة كام؟ 00 كده 0073. عارف انت اليوم كان هيقفل معايا قفله وحشه قوي، وكنت بص كنت ابقى متضايق ومخنوق اقسم بالله. بس انا بعرف اخد حقي الحمد لله، يعني انا بعرف اخد حقي من الدعم كويس قوي. العميل نزل فين؟ قبل نزل في البحر الاعظم على الكورنيش. هو كان المفروض يخش جوه، فهو نزل يقعد على الكورنيش. تمام. فانا مش مشكلتي بقى، انا مش مشكلتي العميل نزل بدري العميل نزل متاخر، دي مش بتاعتي. انا قابل ريكوست بخساره على مبلغ معين. تمام. فانت ما تجيش العميل نزل بدري تقوم انت ايه مقلل لي الاجره. طب قلل لي الاجره، المفروض مثلا 170 اديني 150. لا هو ما عملش كده. انت عارف هو اداني كام؟ اداني 137 جنيه. انا عايز اقول لك ان الدنيا اتشالت واتحط في بالي. طبعا انا ما اتكلمتش العميل في حاجه، العميل مالوش فيه، ما يخصهوش. فدخلت كلمت الدعم ومش عارف ايه وكده. على كام بقى؟ على 21 كيلو مديني ايه؟ انا استحاله اخد، يعني استحاله اخد 21 كيلو ديت ب 137. ده في اي وقت من الاوقات، ده انا انزل فاضي احسن، اقسم بالله انزل فاضي احسن. المهم عشان ما اطولش عليك،
دخلت كلمت الدعم وكده وقلت لهم الاجره تبدو منخفضه، فقال لي ايه يعني المشكله؟ قلت له العميل طلب وجهه مختلف، ما قلتلوش اكتر من كده. بص انا كده كده هنزل لك سكرين شوت يعني. بص كانت اهي، انت لو شايف اهو 137 يعني تحت اهي قال لك كانت القيمه الاصليه للاجره 137، فوق بقى قيمه الاجره الجديده 170. يعني انا خدت على ال 21 كيلو خدتهم ب 170. سبحان الله. بص انا كنت نازل ال 26 كيلو ولا 27 كيلو، انا كنت نازلهم بالقيمه دي ب 170. سبحان الله. المشوار بقى 21 كيلو ب 170. فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، عشان انا دايما بقول الحمد لله والله. فالحمد لله. هو ده كان يومنا وهو ده كان الفلوج. كان يوم ما فيهوش شغل ومش عارف ايه والدنيا، بس الكلام ده احنا بقالنا 3 اسابيع فعادي بقى، فالمفروض احنا اصلا متعودين على الكلام دوت. تمام. فنقول ايه الحمد لله. بص انا عامل 7 مشاوير. انا المفروض انا عارف لو البونص كان حلو انا كنت عملت ال3 مشاوير الباقيين، بس انا مش هقعد انحل في نفسي عشان خاطر 140 جنيه يعني الساعه دلوقتي 2. فانا الحمد لله يعني انا في 7 مشاوير الحمد لله، الحمد لله ولك الحمد، والدنيا نايمه. ربك رضاني. هو بس انا مش انا ما بتشقلبش على الحيط. انا قلت لك قبل كده انا ما بتشقلبش على الحيط، ده ربنا بيراضيني وانا بسعى وبجتهد. قلت لك كده قبل كده، فما تيأس. الدنيا وحشه بس ما تيأس. الحمد لله 7 مشاوير اهو. انت شايف؟ انا مش هقول، انت بقى ترجم بقى انت من اليمين للشمال اهي. انت شايف الرقم اهو 7 مشاوير اهو تحتيهم اهو. فالحمد لله يعني 7 مشاوير انا ربنا رضاني. فعايزك دايما تقول الحمد لله، عايزك دايما تسعى، عايزك دايما تجتهد. وخد بالاسباب يعني. ما تقعدش وتقول لا هو ما فيش شغل، بس هو في الشغل هروح اعمل ايه؟ ما كده كده هروح اقعد في البيت. لا يا عم انا قاعد في الشارع لحد ما يجي لي مشوار وخلاص. انا بحسبها كده. اهم حاجه اذكر الله، صلي على النبي، اللايك الجميل والكومنت بتاعك عشان تدعمني اللي انا استمر اللي انا اقدم لك المحتوى دوت. وعايز اشوف تقدير بس يعني. انا بنقل لك يوم سواء انت بقى حد شغال في المجال او حد حابب تدخل المجال، فانا بنقل لك يومي من قلب الشارع. فبقول لك ايه، سلام.